أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. المؤسسة الملكية تتابع بقلق تزايد الاحتقان، والمواطنين ينتظرون خطاب الملك وإقالة أخنوش. بلاغ عاجل وقرارات جديدة من حركة جيل زيد. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا في اتهامات خطيرة طالت مسؤول بالبلاد. خبر عاجل عن أسعار الخضر بالأسواق المغربية. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، سلطت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الضوء على موجة احتجاجات غير مسبوقة تعصف بالشارع المغربي منذ السابعة، حيث تقود حركة شبابية مستقلة تعرف باسم جيل زيد 212 مطالب شعبية حاسمة تطالب بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وسط تآكل للثقة في أداء الحكومة وتصاعد الغضب الاجتماعي. وفقا للتقرير، فإن الاحتجاجات امتدت إلى أكثر من 20 مدينة مغربية تحت شعارات تطالب بإصلاحات عميقة في مجالات التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في ظل فشل الحكومة في الوفاء بوعودها المتعلقة بالدولة الاجتماعية. وتشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أن ما يقارب 70% من المشاركين هم من الشباب دون سن 30 عاما، الذين يحملون أخنوش مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار. وربطت لومون تفجر الغضب الشعبي بتكرار حوادث مأساوية في المستشفيات العمومية وفضائح متكررة في قطاعات حيوية جعلت من أخنوش الملياردير المقرب من القصر رمزا للفشل الحكومي وامتزاج المال بالسلطة. ونقلت عن مصادر حكومية قولها إن أخنوش كان على علم بإشارات الإنذار المبكرة للاحتقان الاجتماعي، لكنه لم يتفاعل معها بالشكل المطلوب رغم أن ولايته بدأت تحت شعار الدولة الاجتماعية. وأبرزت صحيفة لوموند أن المؤسسة الملكية تتابع بقلق تزايد الاحتقان، خاصة بعد تحول المطالب من مجرد تحسين الظروف المعيشية إلى الدعوة العلنية لإقالة الحكومة، مع توقعات أن يشكل خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان يوم الجمعة المقبل نقطة فاصلة، إما لتهدئة الشارع أو لإعادة ترتيب المشهد السياسي. ولم تقتصر الانتقادات على الشارع فقط، بل امتدت إلى داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تتضاءل صورة رجل الأعمال العصام الذي وعد بإصلاحات جذرية وسط اتهامات بالجمود السياسي وغياب التواصل الفعال. يرى محللون أن السيناريوهات المطروحة تشمل تعديل حكومي واسع أو استبدال أخنوش برئاسة الحكومة بإعاز من القصر في حالة استمرار الضغط الشعبي المتصاعد. وأكد أحد الأكاديميين أن خطاب الملك قد يحمل رسالة إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع بعد مستويات غير مسبوقة من الاحتقان. وفي ظل هذه الأجواء تواصل حركة جيل زيد 212 تنظيم احتجاجاتها عبر المنصات الرقمية، مؤكدة سلمية تحركها واستقلاليتها، وأنها لا تستهدف النظام الملكي بل تسعى إلى إنقاذه من حكومة فاشلة كما يصفونها. أعلنت جيل زيد في بلاغ عبر مجموعتها بمنصة ديسكورد أن حركة الاحتجاجات ستتوقف مؤقتا حتى يوم الخميس، مؤكدة أن هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب بل خطوة استراتيجية لتعزيز قوة صوتنا الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر. وأكدت المجموعة الشبابية أن هذا القرار جاء بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات ومراجعة الوضع الراهن بدقة بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي. ودعت جيل زيد في منشورها الذي اطلعت عليه مصادرنا إلى الاستعداد والمشاركة الواسعة يوم الخميس في وقفة على صعيد التراب الوطني للمطالبة بإقالة الحكومة ومحاسبتها وتعزيز قطاع الصحة والتعليم والإفراج عن المعتقلين. دخلت وزارة الداخلية على خط الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية يتضمن اتهامات خطيرة وجه أحد المستشارين الجماعيين بإقليم أسفي
لعامل الإقليم السابق، يدعي فيها طلب هذا الأخير رشوة من أحد المقاولين مقابل تسهيل إنجاز مشروع طريق بالإقليم. وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تتابع هذه القضية باهتمام بالغ، وتعاملت معها بالجدية والصرامة اللازمتين بالنظر لحساسية الاتهامات وما خلفته من ردود فعل قوية في أوساط الرأي العام. وفي هذا السياق تضيف ذات المصادر أن وزارة الداخلية أعطت تعليماتها بفتح تحقيق إداري شامل من أجل التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الشريط المصور، حيث أوكلت للمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة إجراء التحريات الضرورية التي تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بما في ذلك العامل السابق. تشهد الأسواق المغربية منذ أيام موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخضر، في مقدمتها الطماطم والبطاطس، ما أثار موجة من القلق لدى المستهلكين الذين بدأوا يشعرون بثقل إضافي على كاهلهم الاقتصادي، في وقت كانت فيه التطلعات تتجه نحو انفراج قريب في أسعار المواد الغذائية مع بداية فصل الخريف. ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى ما بين 6 و 7 دراهم، بعد أن كانت لا تتجاوز 4 دراهم في فترات سابقة، فيما سجلت البطاطسية الأخرى ارتفاعا تجاوز عتبة 6 دراهم، إلى جانب البصل الذي عرف مسارا مماثلا. ويعزو عدد من المهنيين والمختصين في القطاع الفلاحي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المركبة، أبرزها التقلبات المناخية التي أثرت على مردودية الضيعات الفلاحية، بالإضافة إلى مشاكل في التزويد، خصوصا مع استمرار اختلالات سلاسل التوزيع بين مناطق الإنتاج والأسواق الحضرية. ومن جهة أخرى يشتكي المواطنون من غياب إجراءات فعالة لضبط الأسعار، مؤكدين أن هذا الارتفاع المتكرر في أسعار الخضر أصبح نمطا متكررا، لا سيما في الفترات الانتقالية بين الفصول، ما يجعل الأسر ذات الدخل المحدود في مواجهة صعبة مع المصاريف اليومية المتزايدة. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الثلاثاء بدكار في أشغال منتدى إنفس إن سينيغال. ويحضر هذا المنتدى الهام أيضا وفد مهم يضم فاعلين اقتصاديين مغاربة يمثلون الاتحاد العام لمقاولة المغرب، وبعض الفاعلين الوطنيين الكبار في مجالات البنوك والصناعة الطبية والصيدلانية والطاقة والماء. ويشكل هذا المنتدى أبرز حدث اقتصادي سنوي تنظمه الدولة السنغالية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ويعد أرضية اقتصادية من مستوى عال تتيح عقد لقاءات بين المستثمرين الدوليين وحاملي المشاريع المحلية. وخلال هذا المنتدى تقدم الحكومة السنغالية أفضل فرص الاستثمارات بشكل مباشر أمام أصحاب القرار الاقتصادي العالمي، بهدف جذب الرساميل والتسريع من وتيرة نمو البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.